اخبار كتيره بتتردد ان الزمالك حاطط رمضان صبحي هدف اول في الصيف القادم من اجل التعاقد معاه. طب عشان الامور تبقى واضحه، انت بتتعاقد مع لعيب كاسم ولا بتتعاقد مع لعيب كمستوى؟ يعني انت لما بتروح تتعاقد مع لعيب بتجيب اللعيب لاسمه ولا بتجيب اللعيب لمستواه؟ لو هتتكلم على اسم رمضان صبحي هو اسم كبير، لكن ككوره كمستوى زيرو. رمضان مش موجود، حتى رمضان مش اساسي في بيراميدز. يعني رمضان مبقاش اساسي في بيراميدز في الفتره الحاليه. الامور صعبه جدا، مستوى رمضان في تراجع بشكل كبير. مستوى رمضان كان بادئ بشكل جيد، لكن كنا حتى وهو في الاهلي بنتكلم ان رمضان مش بيطور نفسه في الكوره، ولا بيشوط على الجون، ولا بيلعب بدماغه كويس، ولا حتى بيخش ال 18 كتير. يمكن رمضان اتطور فتره فايلر، دي كانت اكتر فتره رمضان كان قابل للتطور فيها. بعد كده راح من الاهلي وراح بيراميدز ومستواه في تراجع بشكل كبير جدا جدا جدا. هل الموضوع متاخد كصفقه جماهيريه مثلا ان هو كان لعيب بيلعب في الاهلي قبل كده وبتاع وبعدين جبناه الزمالك؟ اعتقد الامور صعبه جدا. يعني انت لو هتفكر تدعم في مركز الجناح، عندك مثلا اشرف بن شرقي، لعيب جامد جدا ولعيب مهم ومكسر الدنيا وليه نجاحات كبيره مع الزمالك، والراجل مازال بيلعب ومازال رجليه موجوده في الملعب ومازال شغال بشكل كبير جدا. ولما يرجع عارف لعبك وواخد على طريقتك وهيرجع يندمج مع الفريق بشكل كبير جدا. مصطفى فتحي نفس النظام، بيلعب بشكل هايل وشغال مع بيراميدز بشكل كويس جدا. راح منتخب مصر، ظهر في كاس الامم الافريقيه. الراجل موجود وواقف على رجله وشغال بشكل كويس جدا. لكن رمضان بصراحه الراجل بعيد جدا، يعني مستواه بعيد. يعني ما يلعبش على مصطفى شلبي في الزمالك حاليا. يعني مصطفى شلبي في الزمالك حاليا افضل من رمضان بكتير جدا، وقلتها قبل كده كتير. فانت بتفكر في رمضان هي صفقه جماهيريه في الاول وفي الاخر، لكن كاستفاده في الملعب انا شايف ان مستوى رمضان بعيد جدا. يمكن رمضان ان شاء الله يشتغل الموسم ده بشكل كويس ويظهر بشكل جيد وفي الاخر يبقى موجود، لكن على المستوى الحالي والمعطيات بتاعت الفتره اللي فاتت صعب جدا رمضان يحجز مكان في تشكيله الزمالك الاساسيه دلوقتي. مجرد وجهه نظر.